الله ينور على الحاج عبد الرحمن. بسم الله ما شاء الله. تسلم ايدك يا باشتنا، ربنا يوضع لك البركة يا رب. بسم الله ما شاء الله. تسلم ايدك والله، تسلم ايدك والله، ربنا يجعل في ميزان حسناتك. اللهم صل على النبي. طبعا عاملين زي نظام حضانه تمام عشان الفول. هنوصل عند الفول، بعد ما يقلعوا الفول ناويين ايه ياخدوا الشويه اللي هم زرعوهم على مسافه متر، دي اللي زرعناهم لهم على مسافه متر، هينقلوهم في قلب الفول 80 فسيله. ربنا يطرح لهم البركه. بر بسم الله ما شاء الله في الارض طبعا 451. بسم الله ما شاء الله. تاني برضو تمام. والارض بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين واسعه فاتحه معاكم اهو من منطقه اسكندريه. صلاه النبي، ربنا يوضع البركه. طبعا السنه اللي فاتت 28/4 زرعنا النخل اللي انتم شايفينه، وبقى بفضل الله سبحانه وتعالى بهذا الشكل السنه دي. يعني انا بشجع يعني اخواتي واهلي على زراعه النخيل وعدم التخوف من زراعه الفسايل، لان هي انجح زراعه في النخيل هي الفسيله، انك انت تاسس جذع نخله. كل اللي انتم شايفينه امام حضراتكم بفضل الله سبحانه وتعالى نسبه نجاح 97%. وطبعا السنه اللي فاتت كان بالمنظر ده، وكان كتير من الناس بيتريق علينا، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى نجح المشتل. يعني 2500 نخله حياني بهذا الشكل، زائد في المشتل الثاني نفس العدد بفضل الله سبحانه وتعالى. والسنة دي ان شاء الله هنزود برضو العدد لنفس العدد. يعني بكثف من زراعة النخل الحياني لأهميتها، بما انها يعني معروفة بفضل الله سبحانه وتعالى رطب للمستهلك المحلي، زائد انها بتتصنع عجوة. ما شاء الله معنا نخل حياني عمره 4 سنوات. الناس اللي بتسألني على الانتاج، يعني نخل الحياني ال4 سنوات زي ما انتم شايفين ده في بداية ال4 سنة. بسم الله ما شاء الله، العقد 100 بسم الله ما شاء الله. النخلة شايلة تبارك الله، يعني حاجة بسم الله ما شاء الله، يعني معدية يمكن 70 أو 80 كيلو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي ما انتم شايفين كده كمان لسه النخلة حواليها الخلف بتاعتها. طبعا ان شاء الله بإذن الله هنخلع الخلف في شهر 9 بفضل الله سبحانه وتعالى. احنا طبعا بدأنا في تخليع النخل ده عمره 4 سنوات. يعني ده زي ما انتم يمكن تفتكروه معايا، النخل ده عمره 4 سنوات، الخلف بتاعته ده. يعني دي تنزرع كمان، تبدأ ببشر بعد 2 من تاريخ الزراعة، وعلى 4 سنين تبقى في نفس الحد، وسبحان الله يكون حواليها نفس الخلف، وهكذا دورة النخل. تمام. ده نخل حياني طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني نخل كويس جدا جدا، التخليع كويس، منطقة الجذور كويسة تمام. الفسيلة حجمها حلو. طبعا هي من 30 دول 20 سم، دول 20 سم تمام. وبرده من 20 سم اللي هو كان مردوم في الاول، بردمه تاني تمام. زي كده برده. يعني دي بندقيه طبعا زي ما انتم عارفينها، يعني بندقيه رش عصافير تمام. اهي برده اهي نفس الحجم اهي 30. بفضل الله سبحانه وتعالى عندنا نخل حياني وزغلول وسماني وعامري، عندنا كل الاصناف، بس الا البرحي. مع اني معايا مزارع برحي، ولكن مش عايز ابيع فسيله، مش عايز اروج لفسيله، لان البرحي ده بلحه فريش بتتاكل طازه. ومصر كلها زرعت عن 5 مليون، وزرعت على انها ينباع تصدير. ولكن للاسف البرحي ده نخله عراقيه الاصل، وانزرعت عن طريق الانسجه، وانزرعت في مصر زرع 5 مليون عن طريق الانسجه، وانزرعت في كل العالم الاوروبي والاسيوي كله زرع عن طريق الانسجه. فاصبح في اكتفاء ذاتي. يعني كل النخل البرحي ده كان سعر الكيلو في 2018 50 جنيه من تحت النخله الام للتاجر، النهارده ب 20 جنيه. فالنخله الحياني يا جماعه المهمشه، النخله المصريه هي عصبه النخله المصريه. النخل الحياني العامري والزغلول والسماني اصناف مصريه، واصناف تقدر تزرع بها اكبر مساحات في مصر. اي حد عايز يتواصل معايا، اخوكم علي مقبول لتوريد زراعه النخيل ولتجاره وبيع الاراضي باذن الله. وفي رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.